كان واحد الرجل من الفريسيين من كبار اليهود سميتو نيقوديموس. جا لعند يسوع في الليل وقال ليه: المعلم، حنا كنعرفوا باللي انت معلم جيتي من عند الله، على حقاش حتى واحد ما يقدر يدير هاد العلامات اللي كدير الا ما كانش الله معه. وجاوبوا يسوع وقال ليه: نقول لك الحق، راه اللي ما تولدش من جديد ما يقدرش يشوف ملكة الله. وسول نيقوديموس يسوع: كيفاش يقدر بنادم يتولد وهو كبير في العمر؟ واش يقدر يرجع لكرش امه مرة اخرى ويعاود يتولد؟ وجاوبوا يسوع: نقول لك الحق، اللي ما تولدش من الماء والروح ما يقدرش يدخل ملكة الله. راه اللي تولد من الذات هو ذات، واللي تولد من الروح هو روح. ما تتعجبش الا كنت قلت ليك باللي خاصكم تولدوا من جديد. الريح كتصوت فين ما بغات وكتسمع الصوت ديالها، ولكن ما كتعرفش لا منين كتجي ولا فين كتمشي. هاكا كل واحد تولد من الروح. وعاود سولو نيقوديموس: كيفاش يمكن يوقع هاد الشيء؟ وجاوب يسوع وقال له: انت معلم في اسرائيل وما عرفتيش هاد الشيء؟ نقول لك الحق، راه حنا كنتكلموا بداك الشيء اللي كنعرفوا وكنشهدوا بداك الشيء اللي شفنا، ولكن ما كتقبلوش الشهاده ديالنا. الا كنت تكلمت لكم على الامور ديال الارض وما امنتوش، كيفاش غتامنوا الا تكلمت لكم على الامور ديال السماء؟ راه عمر شي حد ما طلع للسماء غير هذاك اللي نزل منها اللي هو ولد الانسان. وكما رفع موسى للفعه في الصحراء، هكا خاص ولد الانسان يترفع، باش كل من كيامن به تكون عنده الحياه الدائمه. حيت هكا بغى الله ناس الدنيا حتى وهب ولده الوحيد، باش ما يتهلكش كل من كيامن به، ولكن تكون عنده الحياه الدائمه. حيت الله ما صيفطش ولده للدنيا باش يحكم على ناسها، ولكن باش ينجاو به. اللي كيامن بولد الله ما كيتحكمش عليه، واللي ما كيامنش راه تحكم عليه حيت ما آمنش باسم ولد الله الوحيد. وهذا هو الحكم: النور جا للدنيا، ولكن الناس بغاو الظلام كثر من النور، حيت فعايلهم ما مزياناش. حيت كاع اللي كيدير الشر كيكره النور وما كيجيش للنور باش ما يتفضحوش فعايله، ولكن اللي كيمشي في طريق الحق كيجي للنور باش يبان باللي بأعماله كيطيع الله.